موبيليس وفريق شبيبة القبائل. الحمد لله هذا pour nous aujourd'hui donc dirigeants de club يوم عظيم لينا، يوم اللي راح نشاهد فيه ان شاء الله شبيبة القبائل رايحه بالمشروع هذايا والاتفاقيه هذايا ان شاء الله رايحه تروح للاحتراف ابعد ما يمكن. دونك حنا اللي علينا درناه، شوز برومي شوز دو، جبنا شركه من اكبر الشركات الجزائريه، شركه اللي راس مالها يفوق 1 مليار دولار. دونك هذه حاجه ماشي سهله باش بلادم يجيبها. كاين بعض الاشخاص اللي راهم يدعاو باللي حنا اللي جبنا موبيليس كذا. انا ننتهز الفرصه وين نشكر رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون على هذه المساعده هذه، وبارك الله فيه جزيل الشكر. وهذا ما كان نشكر المدير العام لشركه اتيان موبيليس رغم صغر السن تاعو هنا واش يبشر الخير ان الجزائر عندها شبان اللي قادرين يرفعوها لبعيد. كما قلتها في بلي شبيبة القبائل ماشي اشخاص، الشبيبه تريح الشبيبه. انا اليوم نعلن الاستقاله ديالي من رئاسه الشبيبه، هذه حاجه لوجيك وحظ اوسع، وان شاء الله النجاح للشبيبه ونريح ونحبوا الشبيبه من صميم القلب. شكرا. الملك الرسمي لشبيبه. اوتوماتيكمون راح يكون النوفو كونساي دادمينستراسيون كما اشرت ذكر لو بي دي جي تاع موبيليس وشركه موبيليس بالخبره تاعها وبالاحترافيه تاعها والامكانيات تاعها، على بالهم واش راهم يديروا. بيان سور كي علمت الاستقاله تاعي مانيش رايح دوك نروح للدار. على كل حال الفريق راه عنده مقابله مع اولمبي شلف اللي مقابله مصيريه ومقابله صعيبه. راح نوقفوا مع الفريق هذايا حتى بين شركه موبيليس راح دير لو كونساي دادمينستراسيون تاعها، وان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله الاشخاص الاخرين اللي راهم راح يترأسوا الفريق هذا ان شاء الله.